بتدور على ايه؟ انا عارف انك بتدور على حاجة. يمكن انت مش واخد بالك اصلا انك بتدور بسبب ضغوطات الحياة وكده. فكرت كم مرة تعمل مشروع؟ ما عملتش ولا واحد ليه لحد دلوقتي؟ انت عارف ان بتوع البيزنس بيقولولك ابدأ منعكش، بداية بسيطة بنظام حتى لو غلط وعدل فيه وانت بتشتغل. انت عارف اني بقولك حبة اسئلة هتخليك تفكر وتبدأ مشروع من دول. ودلوقتي مش علشان انت عايز تعمل مشروع، لا، علشان احنا كلنا في ازمة مادية وقدامنا حلين اتنين بس. الحل الاول هو نقلل مصاريفنا، ودي صعبة جدا. والحل التاني اننا نزود دخلنا، ودي برضو محدودة، لاننا مضطرين نزود دخلنا بنفس الامكانيات. بمعنى ان انت مثلا امكانياتك في الوقت 12 ساعة ودخلك مثلا 1000 جنيه، هيفضلوا هم وهتحاول بيهم تزود ال1000 جنيه. ازاي هتتصرف؟ انا دلوقتي بتصرف، عندي مزرعة ارانب ومشتل زرع ومخزن وحبة فلوس ما تكفيش حاجة. ببيع زرع وارانب زينة وارانب للاكل، وفي السكة ببيع سمنة فلاحي وعسل نحل ورز. البداية اصلا مزرعة ارانب بس، دي كل الامكانيات، بس مش كفاية. بالنسبة لي في طرق لسه للربح بنفس الامكانيات، زي بيع السلالات وانشاء مزارع تانية، لان انا اقدر اعمل كده بسهولة، لان انا بقالي خبرة في المجال ده 15 سنة واكتر كمان. بس بشرط، قبل ما اعرض عليك ان اكسب منك، لازم تكسب انت الاول. وعلشان تكسب انت محتاج تنجح، وعشان تنجح لازم تبدأ صح. وانت كمل طريقك، هتعمل صح وهتدور تتعلم ازاي. ما انت زي اللي بقى في مركب ولازم يحركها. فبنعرض عليك انك تبدأ زينا في مشروع الارانب، مش عشان تكسب بكرة الصبح، لا طبعا، عشان تبني المركب واما تحركها هتكسب لوحدها. هدفي ان انا اساعد 100 شخص، رجل وسيدة، ينتج في الشهر او في 40 يوم مثلا 1200 ارنب، فيتسمنوا ويدخلوا في اكل البيت او نبيع منهم. ولو وصلت بيهم للمرحلة دي، كل واحد هيعرف يحرك المركب بتاعته لوحده ازاي ويكسب منها. نتايتين وذكر وقفصين واكلهم واحتياجاتهم للبداية والنظام المبدئي اللي المفروض هتمشي عليه. وهقولك المركب بتتحرك ازاي، وحركها انت وشوف هتوصلك لفين. طب في ناس بتسألني دراسة الجدوى هندسة، قلتها لك قبل كده، بس انت مش محتاجها. هتحتاجها بعد ما تتحرك وتدور تكسب ازاي مكسب يرضيك. طب هتعرف ازاي في مكسب ولا لأ؟ بتلاقي ارانب في السوق؟ بتلاقي ارانب في السوق، يبقى اللي بينتجها بيكسب. السؤال بقى اللي المفروض تعرفه، اللي بينتج الارانب ده بيكسب ازاي؟ دور على الاجابة، هتلاقيها لو دورت شوية. طب والاعلاف والازمة بتاعتها اليومين دول؟ انت عارف ان مصر بتستهلك علف يوميا لكل الثروة الحيوانية والداجنة اكتر من 50 مليون طن؟ مشكلة وهتعدي اليومين دول وليها توابعها، ان الاسعار زادت وخلص الموضوع على كده. وعلى فكرة الاسعار هتزيد كمان. يعني انا كنت ببيع السلالة، الارنب السلالة عمر شهر ب80 جنيه من اسبوع، النهاردة هو بقى ب90، وهيزيد كمان اكيد. كفاية اسئلة واجابات وما تضيعش وقت، وابدأ دلوقتي بعد ما تفكر ربع ساعة مش اكتر. ليه بقولك ابدأ دلوقتي؟ لان انت لو كنت بدأت من سنة وجمعت معلومات وركبت المركب، كان زمانك دلوقتي بتحركها لوحدك. فانت القرار اللي انت هتقرره النهاردة نتيجته هتبان بعد سنة، بالذات في المشاريع، وبالذات في انك اما تعمل حاجة تزود بيها دخلك. هتعمل ايه؟
هتبدأ بنتايتين وذكر عمر شهر ب270 جنيه، وقفصين 360 جنيه. كل الحاجات دي عندنا. وعلف ب100 جنيه يكفي اكتر من شهر، ودواء للتطهير ب60 جنيه، وتوصيل اكل اسكندرية، توصيل كل اسكندرية ب30 جنيه. يعني هتبدأ تقريبا ب820 جنيه. هتنتج اول انتاج بعد الشهر الخامس، وهيبقى فيه انتاج كل شهر. هيبقى فيه انتاج كل شهر ان شاء الله. الخمس شهور دول او الخمس شهور دول ادرس الموضوع وانتج في نفس الوقت. المهم تبدأ دلوقتي، حتى لو مش معايا على فكرة. ابدأ مع اي حد بس يكون ثقة، ويكون فاهم هو بيبيع ايه وبينتج ايه، وعارف هو بيعمل ايه. اللي عارف ازاي ده هو اللي بيبقى عنده حاجات كويسة. وحاول تدور على مصدرها، يعني السلالات تجيبها من المزرعة.